السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة كريم فاميلي، ويا رب دايما تكونوا بخير. وقبل ما نبدأ نحب نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وما تنسوش الاشتراك واللايك والشير، ويا ريت تفعلوا زرار الجرس علشان تتابعوا كل جديد معنا ان شاء الله. ويا رب القصص الجديدة تعجبكم، وان شاء الله جاري تطوير القناة بحيث ان هي توصل لاول قناة رعب في مصر والوطن العربي بإذن الله. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نبدأ القصة. في إحدى الليالي الباردة في جو هادي وعلى أطراف المدينة، كان في شائعات كتير عن راجل غريب بيظهر في الظلام دايما. السكان بيلاحظوا وجوده من بعيد، بس هو راجل طويل لابس بالطو وكمان طاقية مغطية وشه بالكامل. بس ما كانش بيقرب من حد، محدش يعرف ملامح وشه، دايما بيراقب البيوت من بعيد. والغريب ان لما يقعد فترة حوالي الاسبوع بعدها الشخص اللي جوه البيت ده اللي كان بيراقبه بيختفي. ومعظم الجرائم اللي اتقدمت على الموضوع دوت اتقفلت بلاغ ضد مجهول، معرفوش يوصلوا للشخص ده لما بقى حديث المدينة كلها والقرية كلها. فالبداية ليلى فتاة جامعية بتسكن لوحدها في بيت صغير استأجرته حديثا. في الليلة دي كانت بتعكف على إعداد مشروع دراسي لما شعرت بشيء غريب. نظرت للساعة بتشير للساعة 2 صباحا. صمت غير طبيعي مخيم على المكان كله، رغم ان في صوت ريح حواليها، بس الصوت اختفى. مرة واحدة رن التليفون بتاعها. رفعت التليفون، مفيش صوت انفاس بس، انما محدش بيتكلم. هي قلقت وقفلت الخط، افتكرت ان هو رقم غلط او حد بيعكسها، بس ما كانش تعرف ان اللحظة ديت بداية الكابوس ليها. مع الوقت ومع بعد دقايق شعرت ليلى ان في حد بيراقبها. بصت للنافذة وما شافتش غير الظلام. حاولت تجاهل احساسها وخوفها ورعبها. قررت ان هي تكمل عملها ومشروعها. بس لما رفعت راسها مرة تانية كان في ظل تحت الشباك عندها. خافت وارتبكت واترعبت. قامت بسرعة وراحت للنافذة بحذر علشان تشوف ايه اللي موجود وايه الظل ده بس الظل ده اختفى. فتحت النافذة بسرعة وبصت للخارج، بس افتكرت ان هي كانت بيتهيألها وعقلها بيتخيل، بس هي كانت غلطانة في الموضوع. في الليلة اللي بعدها حدث نفس الأمر، ولكن المرة دي الظل كان قريب أكتر. حست ليلى إن هي مش لوحدها. سمعت صوت خطوات قريب من باب البيت اللي ورا، ومسكت تليفونها واتصلت بالشرطة. ولما وصلوا ما لقوش شيء تماما. حاولوا يشوفوا آثار تعدي على البيت، تكسير باب البيت أو أي شيء. ما فيش أي شيء واضح ولا حد قريب من المكان. نصحوها إن هي تاخد حذرها ومشيوا. في الليلة التالتة وصلت الأمور لذروتها، لأن الموضوع اتطور. وأثناء نومها استيقظت ليلى على صوت حد بيخبط على الشباك على الهادي. خافت وترعبت وبصت للمكان بتاع النافذة بتاعها، بس لقيت الراجل ده وشه متغطى بالقبعة اللي لابسها. الطاقية كانت مخبية ملامح وشه وهي مش عارفة تشوف لأن كان القبعة كبيرة عليه. بس تحس ان هي زي ما يكون مستخبي في الظلام مستنيها، وزي الوحش اللي مستني ينقض على الفريسة بتاعته. صرخت ليلى وصرخت وزعقت، بس الراجل ما اتحركش. قعد يبص عليها في لحظة يأس. جريت حاولت للباب وحاولت تهرب، بس لقت الباب مقفول من بره. رجعت لأوضتها والراجل ما لقيتوش تحت الشباك. في اليوم اللي بعدها في اليوم الأخير من الأسبوع اللي هو في اليوم اللي بيختفي فيه الناس، ما حدش سمع عن ليلى تاني. فجأة جات الشرطة وحققت في الموضوع. لقوا الباب مفتوح والبيت فاضي، ونافذة في زي ما يكون أثر ايد طويلة ومخيفة، والكلمات محفورة مكان الشباك. مكان الخط مكتوب فيها: لا يمكن الهروب من الظل. السكان اللي موجودين في المدينة ديت بيقولوا ان الراجل ده موجود لسه موجود وبيراقب البيوت بالليل كل ليل. والشخص اللي بيراقبه بيكون قصاد بيته في اليوم السابع
في اللي بدأ يراقب فيه الناس بيختفي الشخص ده دايما، وخصوصا ان الوقت ده ليليا بيحصل الموضوع. فلو انت حسيت ان الموضوع ده حد بيراقب بيتك بالليل، خد بالك لان الظل قريب ليك. ويا رب القصة تعجبكم، وما تنسوش الاشتراك واللايك والشير. سلام.